بلسانهم وهو يجهل أهدافهم ومقاصدهم وغاياتهم. وسوف أوضح للدكتور الحقائق حول مقاصد الذين تقدموا بالشكوى بطلب وقف الكتاب ومنعه، فإن البعض منهم له أهداف شخصية، وهم عندما اطلعوا على ما كتب في وسائل التواصل وفي بعض المنتديات وبعض القروبات من حملات مغرضة ضد ابن عبار، وكثرة الإشاعات والتحريض والسب والشتم ضد ابن عبار، وكثرة الطعن في كتابه ولفقة أكاذيب وظلل على العامة مما أثر في نفوسهم، وهم يعتقدون أن ما كتب صحيح، ولم يكلفون أنفسهم بالاطلاع على المصادر والحقائق، فحصل منهم تسرع وتقدموا بالشكوى وحاولوا إنكار جهدي وتشويه سمعتي والطعن في مصداقية كتابي، وهم يشجعون أصحاب المنتديات الذين يقدحون، ولكنهم ما استطاعوا أن يحصلون على منع الكتاب لأن شكواهم على باطل، والحق يغلب الباطل. فهم حاولوا بكل الوسائل استغلال مكانتهم بصفتهم أصحاب منزلة، وقاموا بأدوار، منهم من يوقع معارضة، ومنهم من يسعى في وساطة بالدوائر، ومنهم من يكتب مقالات، ومنهم من يتنقل في مجالس عنزة ويحرض ويبث دعايات. ولا أدخروا جهد، وكل المحاولات فشلت، لأن رجال قبيلة عنزة المنصفين يعرفون ابن عبار ويعرفون أعماله لقبيلة عنزة في قلمه وشعره. وأخيرا اضطروا بالاستعانة بأحد الشخصيات وتجمعوا عنده وخلقوا قضية من لا شيء، وأعطوا الرجل معلومات مزيفة وصدقهم وسعى في إيقاف الكتاب، وحصل له ذلك بموجب وجاهته. بما أن ابن عبار فرد من أفراد قبيلة عنزة، فأن الذين تكاتبوا ضده 10 مشايخ، بالإضافة إلى من وقف معهم، ولا استطاعوا النيل من كرامة ابن عبار ولله الحمد. وابن عبار مرفوع الرأس عند رجال عنزة الأوفياء، ولأني صاحب حق فأني بعد إيقاف الكتاب تقدمت للجهات المختصة وطالبت بأن المدعين يوضحون الأخطاء في كتابي، لأن الكتاب يخص قبيلة عنزة. وصدر أمر القادة الكرام بتشكيل لجان مختصة في علم الأنساب والتاريخ والحضارة، وعرض الكتاب على مختصين في وزارة الثقافة والإعلام ووزارة الداخلية ودارة الملك عبد العزيز وأمارة الرياض، ودرس من قبل اللجان المختصة وطبقت مصادره ووجد الكتاب موثق. ثم طلبت الجهات المختصة من المشتكين استعراض الكتاب وذكر الخطأ والصواب في السطر والصفحة، وتحديد النقاط محل الخلاف، وحيث أنه ما يوجد خطأ فإنهم ما استطاعوا تقديم أي بينة، وثبت أن جميع ما ادعوا باطل. وتم إعادة فسح الكتاب، وهو لا يزال ساري المفعول بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل حكومتنا الرشيدة أعزها الله. وبلغت من قبل الجهات المختصة بأنها تقدم بطلب تعويض عن الخسارة التي تكبدتها بسبب إيقاف الكتاب، حيث مضت مدة 3 سنين وهو موقف، ولكني ترفعت عن طلب التعويض تقديرا للذين يقدروني من آباء بعض المشتكين الذين كانت لي عندهم معزة رحمهم الله. وأحمد الله على أن شكواهم ثبت بطلانها، وطبعت الكتاب طبعة أخرى بعد المنع، ورقم أني تعبت في جمع أنساب قبائل عنزة، ومجدت ومدحت جدود المشتكين، وكنت عذود عنهم وشهرت بأفعالهم، وذكرت منزلتهم بالقبيلة وجمعت تراثهم، ونشرت صور بعض أبائهم وجدودهم وصور بعضهم، ونشرت قصص وقصائد قيلت بأسلافهم، فأنهم رغم هذا كله تنكروا لي وجحدوا كل ما عملت. والكل يعلم أن مؤلفاتي صارت مرجع مما أحرج أهل الحسد والضغينة، وحيث أني واثق من عدل ولاة الأمر وعدالة قضيتي فأني لم أبحث عن واسطة، ولكن لفت محامي وقلت من أحد قصائدي: عوايل من عنزة مشهورة ويدعي أنها نفاها الحمد، فقلت: حمايل المدلج وآل أبو الرباع من عنزة أصولهم يا بن قاسم. توافقت كل المصادر بالإجماع، وقالت كلام الصدق والعلم حاسم. أصل الحمايل حافظينه ولا ضاع عبر السنين وفي جميع المواسم، والناس بالأنساب لجدود أتباع
ما مسوات النوق تحتاج واسم. الحمض وجدت لها أشكال وأنواع، ما فيها إلا حروف من رسم راسم. كيف الذي مدفون في رملة القاع، جذره نعرفه في خطوط وطلاسم. علم التحور عند كل العرب شاع، والناس شتى بين كاظم وباسم. حيث النسب ما قيل يهدى ولا يباع، ولا ظن يصلح بالعوايل تقاسم. الكفر حاكوا ضدنا مكر واخداع، وهم يدهنون عقولنا بالبلاسم. من طاوع الكفار شايلين الأطباع، خبيرهم يحتاج بالخشم عاسم. المصطفى وضح لنا كل الأوضاع، وندر العقوبة يوم كتم المناسم. هذا ملزم إيضاحه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تحيات مش من عبار الفدعاني العنزي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدكتور أنه علم قطعي في النسب، بينما يرى الكثير ممن تعاملوا مع الحمض وتخصصوا به أنه علم مشكوك في مصداقيته ونتائجه لا تعتمد في معرفة النسب البعيد. فقد تحدث بعض منهم وشرح عن الحمض النووي، وقالوا أنه يستعمل لمعرفة السلالة من الجد الخامس وما دون، وهو يلزم لمعرفة الفرد الذي على نسب اختلاف، ويكون نسبه قريب وليس عائلة بعيدة النسب. وهو يستخدم لمعرفة المجرمين والمشوهين في الحوادث والحرائق ويثبت انتمائهم. ويستعمل لمعرفة أطفال الحضانة في المستشفيات عندما يختلطون، ويكشف أطفال السفاح ويلحقهم بوالدهم. وأقول للدكتور ولا أظنه يخفى عليه أن هذا العلم مصدر أعداء الإسلام الذين يريدون تكذيب الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. وهدف الذين اخترعوا هذا الحمض وعلاقته بالأنساب هو لإثارة الفتنة بين الأفراد والجماعات وتفريق شمل العرب والشكوك في أنسابهم، علما أن المسلمين يتبعون منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم محتفظين بأنسابهم بالإفاضة، ولستهم بحاجة للحمض. وحسب علمي أنه ما يوجد قبيلة التحقت في قبيلة بموجب الحمض، ولا يوجد أسرة التحقت بأسرة بموجب الحمض، وهو غير معتمد شرعا. وأنساب العرب تؤخذ بالتوارث، وأكثر الذين يركزون على الحمض يحاولون نفي أقوام والطعن في أنسابهم. والمقولة التي ترد على ألسن الناس هي الناس مؤتمنون على أنسابهم ما لم يدعى بشرف. وفي فقه شيخ الإسلام الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ذكر 10 أشياء تؤخذ بالإفاضة. أولها النسب، قال يؤخذ النسب بالمسموع والمسكوت عن المسموع، والمعنى واضح، لذلك فإن أقوال الرجال عن نسبهم ما يستهان به، وهو المصدر الصحيح وليس الحمض. وقد لخصت عشرات المصادر التي كتبت عن قبيلة عنزة القديمة والحديثة، ونظرا لكثرة المصادر فإنه من الصعب ذكر نص ما جاء بها في هذا المقطع. ولتصحيح الأخطاء فقد نشرتها في هذا الموقع وفي كتابي، وجميع الكتب التي استعرضتها ما يوجد بها المواضيع الذي كتبت في هذا العصر. وقد وضحت النقاط حول التزوير والتحريف كما هو موضح أعلاه، وتمنيت أن الدكتور أخذ من هذه المصادر وترك الأقوال المصنفة من الذين يكتبون ويسجلون مقاطع ويعرفون بما لا يعرفون. وأقول للدكتور أن العلم الذي تعتمده العرب في النسب ليس خطوط وأرقام مبهمة في الحمض، والقبائل لها أصول وأعراق، والنسب الذي نعرفه هو يؤخذ بهذه الصيغة. نزار بن معد بن عدنان عقب مضر، وربيعة وأياد وأنمار، وربيعة عقب أسد وأكلب وضبيعة، وأسد عقب عنزة وجديلة وعميرة، وعنزة عقب يذكر ويقدم. ومن يذكر تفرعت 4 قبائل، وهي بنو جسر، بنو طريف، بنو سعد، بنو هميم. ومن يقدم تفرعت 4 قبائل، وهم بنو جلال، بنو الدول، بنو محارب، بنو وائل بن هزال. هكذا سلسلة النسب وما يماثله عند جميع قبائل العرب. أما الحمض فهو عبارة عن فصيلة دم، والبشر ينتمون إلى عدة فصائل، ولا يوضح أي نسب،
وهل أحد يستطيع يعرف فصيل الدم مضر وربيعة الذين مضى على فنائهم أكثر من 22 قرن؟ والمثل يقول إذا صدق العاقل بما يليق فلا عقل له. وهنا يتضح أن الحمض لست علم قطعي، بل العلم القطعي ما جاء في المصادر وما حفظ بالصدور. وبعد أن سمعت عن بعض نتائج ما يسمى بالحمض النووي وعلم الجينات، يقال أنه أخرج بعض الحمائل من نسبها الصحيح وقلب موازين النسب والحق أقوام بأقوام، وهو علم جديد لم يعتمد شرعا ولم تقره أي حكومة في النسب إلا للحالات الخاصة، والنسب توارثها العرب منذ قدم العصور. وقلت هذه الأبيات: قال الذي من خاطره يبدع الجيل ينظم عذيات البيوت الجزيلات، أصدح بقول الصدق ما قلت تضليل وسجله بالمنتدى والجروبات. علم التحور ما أعرف به تفاصيل، علم التحور ما أعرف له تفاصيل، ولاني خبير علوم في حمض جينات. عارف الحمض اللي بحوران والهيل، لأنه مفلى من خيار النباتات. الحمض حمض مربيات المخاليل هدف الغوارب من عشائر وخلفات. برض الصحاري غارسه رب جبريل، المعتدي خلاق 7 السماوات، يسقيه من غر المزون الحماليل. تحيا الفياض القاحلات المحيلات، الحمض بالريعان مثل المشاتير قوت البهايم بالديار الوسيعات. الروثة والخضراء في ديرة تميل، والرغل والمليح بالزت والمات. الحمض ما هو حمض دم الرجاجيل، اللي بدأ بتفريق شمل القرابات. قالوا أساس المخترع من إسرائيل، نعوذ بالله له مقاصد وغايات. قصده يشتت شملنا بالتحاليل، واقرب حرى يظهر بعضنا خواجات. الحمض ما نزل من الرب تنزيل، هذا اختراع الغرب هم والولايات. يا معتد بالحمض لا تندفع حيل، ما يعتمد حتى تقر حكومات. علم النسب تورثه جيل من جيل، وصل العرب ثابت ولا فيه شكات. ما فيه اللي يرغب عن الساس تبديل. حنا نزه من ذا العصور القديمات، بني وهب وجلاس وعبيد وسهيل. من صلب وايل والحقائق لها اثبات، والحاضرة من نشخوص ومشاكيل مبطي لهم في نجد صولة وجولات. وقلت أيضا قصيدة أخرى: أعوذ بولي الكون من هرج قال وقيل، من شر كل إنسان نفسه ولا إبليس. أحذر عن أهل الهيف والزيف والتضليل، وحذر عن التزوير والسذب والتدريس. من يسأل أهل الزيف وش مقصد الترديل، جد ودعوه حصان والجد الآخر سيس. شخوص عنزة بالجد ما تقبل التبديل، ولو صنفوا جدين بالقدح والتقديس. أنا أشوف بعض القوم يرقص مع التطبيل، يحسب النسب الراية من أحكم التجنيس. أريد أنصح اللي خاض لا يوهم الجهيل، يجنب عن الهقوات والظن والتوهيس. صحيح النسب موروث من جيل يملى الجيل، يدرس من الأجداد لأحفادهم تدريس. مصادر نسبنا ليس من سلسلة تمثيل، يدور الأصل تأصيل والساس له تأسيس. ثبوت النسب بالحمض ما يلزمه تحليل، عنزه لها تاريخ من دور طي وقيس. مسلم وبشر دوم ما يقبلون الميل، اللي جالهم صوال يدبر عقب موديس. قبائل وهب وجلاس وعبيد ثم سهيل، أهل نخوة وفزعة وهندلقة في الريس. زمان مضر الناس تشهد سروج الخيل، ويشهد لهم ما شد فوق النضى والعيس. أقوله وأنا وضحت بالشرح والتفصيل، أكافح مجهودي كرس لهم تكريس. أقدر ثنى المنصف على الجهد بالتبجيل، ولا يجحد المجهود كود النذر والهيس. وأيضا قلت بالحمض كثر اللغة واللغط والهرج واللمض، وصف الحروف اللي يعدونها بحوث. علم النسب ثابت قبل يطلع الحمض، كل البشر ساسه مسجر وموروث. يا معتزي جهز التوقيع ثم امض، لسن الفصاحة واضحة ما بها لوث. ترى الشكوك تسبب الغبن والغمض، لا تحتزم يا طيب الساس بنكوث. من سار حافي تحرق أقدامها الرمض، وحيص الزمل يذيه نامس وبرغوث.
وبلغني أن أحد الأشخاص دفع عوائل من على